يا مال الشام يا الله يا مالي. في مثل عنا بالشام بيقول يا افتح وافتخر يا طلوع وانستر. يعني انا من هون مبهوره انه انا من كتر ما بحب قتيل حبك سوريا وبحب الشام من وسط الشام يعني مشغولين جبته من الشام لهون. كل شيء من الشام. بس حبينا والله نعمل أيقونة، يعني فكرة الحرب شوي تشيلها من راسها، إنه سوريا مو بس دمار وحرب وقتل. يعني الواحد اذا ما بده ياكل بس يقعد هيك يتفرج. قناطة السوريين عن جد حتى ببيوتهم. حبيبي في جنين طعمة طعماني طعمة طعماني طعمة طعماني طعمة طعماني. مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معي انا بالقناه راما العامر. اليوم جينا على افخم مطعم موجود ببراغ، وبظن يمكن هو باوروبا عامه مو بس ببراغ. بس بالصدفه لقيته وخبرته انه بدي اجي صور معه واحكي عن مطعمه، لانه تفاجات صراحه بالصور اللي شفتها على الانترنت بالفخامه والديكور والاكل. فقلت لازم اصور عنه، خصوصا انه الجاليه السوريه هلا صارت موجوده بكل اوروبا، فمشان ادلكم عليه وتجوا لهون. طبعا عملوا لنا هيك سفره طويله عريضه، الله يعطيكم العافيه. يعني هو اكل سوري شامي طبعا. او اكل سوري بشكل عام، لانه حتى بحلب كمان نفس الشيء، بس باعتبار في دائما هاي المنافسه نحن حلبيه وشوام وكذا. بالنهاية كنا سوريين بيجمعنا النفس الطيب. لا والله هي المشاكل اصلا اختلقوها خلقها، يعني هي ما في فرق. ما في هالشيء، ما في فرق بيناتنا. والله يا مجرى المية بسل. مين اللي بيطبخ عندكم هون بالمطعم؟ هون العمود الفقري للمطعم الوالد والوالدة، يعني هن الفضل بعد رب العالمين طبعا إلهم كل شيء، باللمسات بديكور المطعم بأكل المطعم كله من خلال خبرة الوالد. مثل ما بيقولوا يعني علم في رأسه نار بالأكل. ما شاء الله النفس الذوق ما بيختار إلا السلعة الأفضل، وهذا سر الحمد لله نجاح المطعم لهلا. يعني الجودة رقم واحد، النظافة عنده رقم واحد، ومثل ما قلت لك بالنهاية هذا يعني مشروع عائلي فاميلي بزنس، ما عندنا غرباء. أنا والدي والدتي زوجتي إخواتي. بس ما شاء الله عنه الوالد، يعني ما مبين الوالد، الوالد ما شاء الله مبين اخوك. أبو علاء ما شاء الله شيخ الشباب. محلى نظراتك محلى بسمة. رح نفوت هلا على المطبخ لجوا. امتى يا روحي قبل وجناك. هيك المطعم تعتبره يعني مثل بيت ضيوف، خلينا نقول. مثل ما قلت لك نحن المطعم ما عندنا شيء اسمه زبون، عندنا شيء اسمه ضيف. يعني كانه انت ببيتك جايك اليوم بيت حماكي، جايك بيت خالك، بتحتاري شلون بدك تقدمي لهم وكذا. نحن هيك جونا بالمطبخ، عم ينطبخ تازه فريش. فتت كثير مطاعم وصورت عن كثير يعني محلات ومن مختلف الجنسيات، بس اول مره بفوت على مطبخ المطعم وبيكون كل شيء هيك مكتوب ومرتب ومنظم. يعني عن جد هي اناقه السوريين عن جد حتى ببيوتهم. مطبخ انيق، مطبخ بيتي. هي مساله نقل ثقافه. يعني نحن هلا جينا على اوروبا، بدنا ننقل الصوره للاوروبيين انه السوري مبدع مهد. نحن عندنا حضاره، عندنا المام بالديكور، على ديكور المطعم كله شغلنا، وهذا لا شيء قدام الديكورات الموجوده بسوريا. لولو بلولو شلة حبيبي. الاكل كمان نفسنا طيب، ما كانوا يعرفوا هالشيء، صاروا يتذوقوا، صار في اقبال علينا يقولوا يا سلام الاكل الشرقي شيء طيب. كل شيء من هون كله بجيبوه من سوريا لحد الان، بهارات، اضافه لهون اللحم وكذا. انا اللي بنقي وانا اللي بفصل اللحم وانا اللي بطحن اللحم وانا بكون واقف على ذبح الخروف. يعني ما بحب اي شيء يكون ناقص. طالب من الله الحلو نصيب يا فيلي. حضرتي وما حضر واجبك والله. بس هون عامل لك انا فطاير بسباني وبجبني، هون عامل لك كبه مقليه. الرز مثل ما بيقولوا عنا بالشام مدكوك دكمه ومكسرات. مين اللي حاشي؟ الوالد. هدول القصص ما بنقدر نتدخل فيها، هدول بدهم عنصر نسائي 100%.
هي عرايس لحمة. تكون خبزة هي مشوية مع لحمة كمان غنم، هي قريبة للكباب بس بدل ما تكون شك بتكون خبزة مشوية مع دبس الرمان، بيجي بقلبها بهارات سجق، كمان هي كتير طيبة يعني. طيب أول مرة باكلها على فكرة. هي السعوديين بيحبوها كثير. مقبلات معروفة يعني، هي حمص مسميها مسبحة، تبال، تبولة، حمرة، بابا غنوج. محلى نظراتك محلى بسماتك. مشاوي مشكلة عبارة عن كباب، طاووق وشقف. يا روحي أبي هون كمان لحمة نسميها لحم الريش أو الكستليتا، وش بدك واللي قدامها شوربة عدس، واللي قدامها كوسة بلبن شيخ المحشي، قدامه كمان يالنجي ورا عني، قدامي كمان يالنجي بس انه يالنجي بكوسة وباذنجان، كبة النية هون كمان هذا صحن فريكة باللحم. خطك المياس مسمانا لحظك عندك هنيك كمان مندي دجاج وقدامه سلطة الدقوس أو أحيانا الناس بتاكل مع حلبة. قتال خطك اللي قدامك هذا يبرق ورق العنب معروف. الفتى طيبة. ساوي لك خلاص هلا اتركوني. ما حدا يحكي معي. عم لك هلا الاكل ما بتزبط معك لانه بدك تصور عن وتاكلي. جد خلاص غلط. انا هلا ما راح احكي ابدا، ما حدا يحكي معي. بدي اكل وبس، مو معقول الريحه لحالها قتلتني. طبن الفرقة علي بش تقنايلي خلصت هلا اكل كثير 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 كان طيب عن جد، يعني بنصحكم تجوا هون وتجربوا الاكل اذا بتحبوا الطبخ وبتحبوا هيك الاكل السوري. انتخمت كثير. ماني قدرانه احكي مثل العاده، بس نصيحه عن جد تجوا لهون لانه الاكل كثير طيب وكثير نظيف. عمو كثير في محلات سورية فتحت بس ما حدا يعني فتحها بهذا الشكل، انه ديكور الفخم والاثاث يكون كاني يعني بتحس حالك كاني فايت على بيت عربي بالشام. ليش هيك انت عملته بهذا الشكل وليش يعني ممكن كان فينك يعني بمصاريف اقل من هيك بكثير انك تفتح؟ في مثل عنا بالشام بيقول يا افتح وافتخر يا طبق وانستر. انا لما جيت لاوروبا حبيت انه ثقافتي انا، والاهم شيء اهم عنصر بالموضوع انه انا من كثر ما بحب سوريا وبحب الشام يعني سويت شيء هيك يذكر، يعني كيف ما طلعت باي زاويه باي ركن يضل اتذكر متذكر بلدي، الشام. اتذكر اصلي. قد ما قعدت باوروبا الواحد بحن، فانا بطلع على هالزاويه بلاقي العود، بلاقي كنبايه، بلاقي هالقنصليه، بلاقي هالصحون، بحس حالي يعني ماني بالغربه. جودي علي بلفتة لا تبخلي. اختيارنا للاسم تفتخري فيه انه دمشق، يعني هالكلمه هي لحالها يعني كرمال هالكلمه بدك تعملي اوسع ما عندك واقصى ما عندك انك تطالعي تنقلي هالصوره. جودي علي ببسمة لا تبخلي. قديش اخذ منك شغل ووقت وتعب هذا المحل لحتى عملت هذا اصعب شق هذا بالمطعم. بياكل وقت لانه انت ببلد ما فيها يد عامله. صرت انا واولادي ساعه لزق حجر، صرنا ننفذ ساعه هذا ركب خشب. جودي علي بقبلة لا 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 لا. جبته من الشام لهون. كل شيء من الشام، كل شيء بالمطعم موجود، كله وصل من الشام. جودي علي بقبلة لا. جات فواكه. هاي جات حقيقية، هي مو بلاستيكية. عن جد حقيقي. جات الفواكه هذا دائما أساساً. بالبيت السوري زينة. دائما في جات فواكه بيكون معرضة موجود. انت يجوكي ضيوف ما في طبعاً. ضيافتهم جاهزة، لازم تكون. يعني هذا الشيء اساسي عنا. لا اول شيء صممنا نحن بالمطعم النافورة، يعني ارض الديار لازم يكون فيها نافورة المي. لا تبخلي. الحب والرحمن أعداء البخيل. على كل حال انا كثير
مبسوطه لانه انا يعني للتلفزيونات صورت كثير عن مطاعم سوريه، بس لقناتي على اليوتيوب هي اول مره بصور عن مطعم سوري، فكثير مبسوطه انه البدايه كانت معكم. اهلا وسهلا فيك. وانا فخر إلنا وشرف إنك أنت تيجي لمطعمنا وتصوري وكذا، يعني نحن كثير أنا بتابعك يعني ما شاء الله بدير. الحمد لله انه على قليله جمعتوا بعضكم واجيتوا وقعدتوا مع بعض لوين ما كان، بالاخر الوطن هو عيلتك، هو المكان اللي بتكون فيه عيلتك وانت بتعمل فيه، يعني انت هون عامل شقفه من سوريا يعني بالاخر. بالضبط. لحتى أتذكرها في فمك الجميل. وخصوصي اللي بدهم يعملوا هون حفلات، عم يجوا هون بيعملوا حفلات خطبتهم وزفافهم، فيعني عن جد الواحد بحس حاله كانه يعملها بالبلد. صح. يعني حبينا ننقل شيء مثل ما بيقولوا هالثقافه الاوروبيه، انه بلادنا مو بس هي حرب وهي دمار وهي لا، نخلي شوي معلش على جانب مضوي يعني اكثر للبلد. بالنهايه نحن ضيوف بهالبلاد هي، وان شاء الله نتوفى نكون هيك سفراء، ويعني اكل بلادنا يصل مثل ما بيقولوا لابعد مستوى. هي الفكره الاساسيه انه انتم سفراء لسوريا. بالضبط. إلنا الشرف. طبعا. هذا المحل وانتم يعني انتم عم تقدموا اجمل صوره عن البلد. للاسف اللي نحن كلياتنا هلا بالغربه صرنا كلياتنا برا، عم ندور يعني هيك على بعض، عم نحاول انه نحن نلاقي محل يذكرنا بالبلد فعلا. بالضبط. فيعني انا كثير مبسوطه انه هيك عاملين هذا الجو وهذا الديكور وهذا النفس بالاكل وكل شيء يعني. الحمد لله الحمد لله. فاية الرزق يا رب. الله يسلمك يا مدام. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتدعموا المحتوى اللي عم حاول وتدعموا المحتوى اللي عم حاول اعمله، وكمان تدعموا هذا المطعم اللي بيستاهل فعلا. واذا عجبتكم تبعتوها لكل اصدقائكم ومعارفكم لحتى توصل لاكبر عدد ممكن. صيادك ماهر بياعك شاطر وجودك نادر محلاك. دائما بيكون في فيترينه فيها الطقم هاي ما حدا يقرب عليه. هي بس للضيوف. هلا انتم هون هي اوضه، هي انتم منزلينها بس اوضه للضيوف. الضيوف. هلا هي مثل ما قلت لك مناسبات، هلا بيصير انه بدهم خصوصيه، ما بدهم مع الناس يعدوا، هي خصوصيه، حفله خطوبه، عرس، عيد ميلاد، اجتماع، هي تسكرت، صار الناس استقلاليه تامه لحالها، اخذوا برايفسي، ما عندهم اي هونيك مشكله. ما حاطط نافوره. النافوره قلت لك اساسيه بكل قرنه بالمطعم لازم يكون فيها، يعني صوت المي مع صوت صباح فخري هذا لحاله عن جد رهيب. جو ثاني.